ازيك احنا متابعين ايه من روز؟ يا رب تكونوا بخير. شايلين من الشنط. عاملين ايه النهارده بقى؟ هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين المحشي بتاعنا. هعمل لكم بقى المحشي الدمياطي. هو طبعا كل محافظه عن محافظه بيختلف فيها الطريقه، ساعات يعني بيحطوا شويه حاجات كده، بيزودوا حاجات من اقصى حاجات. فانا بقى هوريكم الطريقه اللي احنا بنعملها فيها، واوريكم بقى التريكات والحركات بقى اللي انا هزودها بقى من عندي والكلام دوت. وهنشوف مع بعض النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي. طبعا بقى اللي لسه مبتدئ بيتفرج علينا ولسه سنه اولى طبخ عامه، يتابع بقى معانا الفيديو دوت، لان هشرح لكم فيه بالتفصيل المحشي بتاعنا. كده هناكل اكله خطيره. نلحق بقى قبل ما الصيف يجي بقى والحراره تزيد، لان المحشي بيحب بقى ايه الشتاء والجو الدافي، الجو لسه متقلب، فهيبقى ده انسب وقت ليه برضه. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، وهنبدا باول خطوه ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو عشان الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واهم حاجه اللايك. يلا بينا. بصوا احنا اول حاجه جبنا حله وحطينا فيها ميه، والميه دي بدات يعني خلاص تدفى خالص، فهنقوم مزودين لها ملح، معلقه ونص كبار ملح. تمام، عشان ده اللي هنسلق فيها. دي هنسلق فيها الورق العنب، وهنسلق كمان كرنب. فتعالوا مع بعض نشوف هنبدا ازاي. بس احنا اول حاجه بقى بعد ما حطينا الميه يعني تسخن كويس وحطينا فيها الملح، نجيب بقى الكرنبايه بتاعتنا وهنشيل بقى الحته دي كلها. هشيلها بالسكينه تمام، وهرجع لكم عشان انا هقعد اتشكل معاها كتير. اخيرا بعد معاناه شلتها الحمد لله اهي. تمام، وغسلت الكرنبايه كامله وشلت بقى الورق الزايد اللي فيها مش حلو. تمام، وهنبدا بقى نقطع عشان يبقى إيه عندنا كده مكعبات صغيره او مربعات صغيره عشان نعرف نحشيها حلو. فتعالوا بعد نقطعها. شفت انا قطعتها ازاي؟ اللي هي ازاي تبقى ورق كده صغنطوط. تمام، وبكمل بقى تقطعها. تمام، فدوت هيبقى اول حاجه هنزله في النار عشان يتسلق. كل بقى حد بيقطعها على حسب بقى التقطيع اللي بيشوفها بالنسبه لي. فبقطعها كده، لو فيها حاجه برضو وانا بحشي بعمل على قد الصباع اللي انا عايزاه، بس انا بشوف الطريقه دي بالنسبه لي كأنه اسهل في السلقه عامه وفي التقطيع في كل حاجه. هتشوفوا دلوقتي برضو مع نفسي يعني بنفسكم وانا بحشي الورق. انا بقى بعد ما حطيت الورق الكرنب اهو يتسلق. تمام، برضو في ورق تاني اهوت هيتسلق. هنسلق بقى الكميه دي كلها واوريها لكم لحد بقى ما هو الكرنب بيتسلق وانا اخد بالي منه اهو. تعرفوا بقى ورق العنب دوت هنرصه، والعنقود بتاعه دوت هنقطعه كده اهو. تمام، ونشيله بس مش هنرميه، لان هناخد منه شويه هنحطهم في في قاع الحله من تحت. فاحنا هنشيله بقى كل الكميه ديت ولكم ان تتخيلوا ذلك، وهنرصهم وبعد كده هنغسلهم كويس جدا عشان نديلهم كده بصي سلقه خفيفه، يعني يا دوبك يشموا الميه. بقى قعدت اشيل بقى كل العنقود دوت، ولكم ان تتخيلوا الكميه دي كلها اللي انا هفضل اشيل فيها بجد. خلصت خالص بس الحمد لله شلتهم كلهم وما سبتش ولا واحده، والحمد لله يعني جروا بسرعه كده في ايدي، وكان الموضوع خفيف خفيف الحمد لله. احنا هنا سلقنا الكرنب بتاعنا اهوت. تمام، نسلق اهوت ورق العنب بتاعنا. تمام، اول ما ياخد كل اللون دوت اهوت انا هشيله اهوت، يعني مصدق شم بس النار والميه خلاص اخد لون هشيله لما كله يبقى اللون ده. في ورق العنب بتاعنا اللون الحلو دوت. انا هنا سلقنا اول كميه، هكمل بقى بقيه الكميه بنفس اللون ده بنفس السلقه ديت. يا دوبك مكملش يعني دقيقه وقمت شايلاه. هكمل بقى كل الكميه بنفس النظام ده. انا بقى قطعت الخضره من العيدان بتاعتها وغسلتها كويس، ونقعها كمان اهوت عشان اغسلها اخر غسله واسيبها تتصفى عشان نقطعها بقى سوا. غسلنا الطماطم بتاعتنا كويس قوي، غسلنا كام قرن فلفل كده شطه، وغسلنا برضو كام فلفلايه. انا برضو غسلنا الخضره بتاعتنا كويس قوي 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 وسيبناها نصفى. هنقطع بقى الخضره وهنعصر بقى الطماطم بتاعتنا. فتعالوا نشوف مع بعض. هنا بقى قطعنا الطماطم بتاعتنا عشان نضربها في الخلاط. تمام، وهنا عملت في صوص توم قشرتها. تمام، وهضيفها هنا في الطماطم هخلطها معاها. هنا في صوص التوم انا بحطها في الطماطم وهي بتتخلط عشان هي بتدي يعني طعم وريحه للمحشي حلو قوي 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 قوي، والريحه بتبقى خطيره. في ناس بتحب تضيفه وفي ناس لا، بس بجد انصحكم انتوا تضيفوه، هيفرق معاكم جدا. تمام، ومش هيبان طعم التوم ولا اي حاجه، لا هو بيدي طعم بس مش طعم التوم، بيدي طعم حلو وفي نفس الوقت الريحه بتاعته بتبقى تحفه. دي بقى الخطوه اللي انا بضيفها.
تمام. نبدأ بقى نحطه في العصير. هنشوف بقى الخطوة اللي بعدها. مش هوريكم صوت العصر عشان ما يعملش دوشة. هعصره انا بقى واجيلكم. بصوا انا خرجت هنا بصل 3 بصلات وسط. تمام، خرجتهم كويس قوي. واحسن حاجه ان انتوا تخرطوها ما تبشروهاش، يعني خرطوها كويس قوي ناعم، هيبقى معاكم حلوه جدا. وعصرنا هنا الطماطم تمام اللي احنا حاطين فيها الثوم. تعالوا بقى من بعض هنقلي بقى ايه البصل سوا. قلت هنا بقى معلقه سمنه كبيره عليها شويه زيت، هسيبهم بقى يسيحوا شويه وبعد كده هنزل بالبصل. بنقلي البصله تمام ونقليها بقى ايه خطيره. السمنه ريحتها تحفه. شايفين اول ما لونها بقى يبقى ذهبي هبدا بقى انزل عليها بالطماطم. بعد ما البصله اخدت اللون الذهبي نزلت بالطماطم ونزلت بمعلقتين صلصه كبار ومعلقه صغيره كمون ومعلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره من خلطه المحشي ونزلت معاهم معلقه كبيره وحبه كده ملح وقلبتهم بقى. والدمعه خلاص قربت تتسبك اهي، ضغطت عليها وسيبها تتسبك براحتها خالص ونشوف بقى هنعمل ايه. انا بقى الخضره قطعتها ناعم جدا. بقى عندنا قرنين فلفل يعني حامي ومعاه فلفليتين عاديين برضه هحشيهم هيدوا طعم حلو قوي للمحشي. الريحه الفظيعه اللي بتعملها كمان الفلفله بتبقى خطيره. بقى الدمعه بتاعتنا بعد ما استبكت خالص اهيت. وهنا بقى بعد ما غسلنا الرز وصفناه خالص هنحط بقى الدمعه بتاعتنا اللي احنا عملناها على الرز. احنا عندنا المحشي بنعمله ني في ني. ننزل هنا بقى بالدمعه بتاعتنا على الرز. هننزل بقى بالخضره اللي احنا قطعناها وهنقلب كل ده بقى في بعض. بقى المحشي بتاعنا جاهز للحشو. انا عملنا الخلطه اهي تمام، وانا ورق الكرنب وانا ورق العنب وانا الفلافله اللي هنحطها على الوش. نبدا بقى نحشي. بس قبل ما نحشي انا حطيت هنا العنقات بتاعه ورق العنب وهزود كمان ديت الحله بقى اللي هنحط فيها المحشي وقت ما يتحشى. انا هعمله نص ونص، نص كرنب ونص ايه ورق عنب. طبعا انتوا لو عندكم ليمون حطوه في القاع من تحت، بس للاسف الليمون كان عندي خالص. بدأنا بقى هنا ان احنا نحشي المحشي بتاعنا. بس انا هجيب ورقه العنب اهو تمام، لفيتها كده نرص شويه رز صغيرين. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس جدا ونقفل كده اهو كده اهو كده اهو. نقفل 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 نلف 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 لما نقفل كويس عليها كده. شايفين الصباع؟ شايفين حلو الصغير ازاي؟ ونبدأ بقى نحطها في الحلة الجنب بتاع ورق العنب. الكرنب نفس الحكاية، يعني انا بجيب ورقة كرنباية تمام اهي مثلا، نحط شوية هنا رز ونلف كويس جدا. نعمل تاني. يا رب الاضاءة بس تكون واضحة والتصوير والشرح. قولوا انتوا بقى رأيكم في التعليقات. احنا بقى عندنا هنا بنعمل المحشي بتاعنا دمياطي ني في ني. في محافظات تانية مبتعملوش كده، وفي محافظات تانية بتعمل مثلا الخضرة مع الدمعة وهي بتتسبك تحطها معاها. يعني كل واحد على حسب بقى المنطقة اللي هو فيها او المكان اللي هو فيه بيعملوا بطريقته. بس انا عن نفسي بشوفه احلى حاجة لما يبقى ني في ني بصراحة، بيبقى خطير. جربوا كده بس قولوا رأيكم ايه، وانتوا كمان هتشوفوا النتيجة في الاخر هتبقى حلوة قوي. بس انا بقى ايه هكمل بقى كل الكمية ديت سواء كرنب او ورق العنب وركل الحلة في الاخر ونولع عليها سوا. ده بقى بعد ما خلصنا المحشي بتاعنا ولفيناه شايفين. وهنا على نار تانية حاطة مية ومرقة وملح دول مع بعض كويس جدا عشان نحطهم على المحشي.
هنا هنحط طبقة كده، بحط الاول وبعد كده بنزل عندنا بالصلصة او الدمعة بتاعتنا اهوت. بعد ما حطيت الطبق نزلت بالدمعة. ده بقى شكل المحشي بتاعنا بعد ما حطينا عليه الدمعة وحطينا عليه الورقة بتاعة اللحمة. هنغطي عليه بقى ونسيبه يستوي خالص. اول ما المية تبدأ تنشف من عليه، لان احنا بنحطه على نار عالية لحد ما يتشرب المية بتاعته خالص، وبعد كده بنغطي عليه، نغطي على المية هادية خالص لحد ما يستوي. هنا بقى جبت شويه ليمون مبشوره بشرتهم وحطيتهم مع الزيت، سبتهم يسخنوا قوي قوي قوي، ولما المحشي استوى خلاص ظهر في السوي حطيتهم عليه. لسه بقى راجعه من الشغل وسخنت بقى المحشي بعد ما قبل ما طبخناه. انتوا شايفين بقى مراحل طبخه، الحمد لله خلص، الحمد لله. طعم طلع تحفه. وده اخدت ده وقت صحابي معايا لاني كنت مخلصاه قبل ما انزل، ده وقت صحابي معايا وبجد عجبهم جدا. شايفين كمان، شايفين الصباع، ندوق بقى. خطير. والمحشي اكتر اكله كل ما بتقعد بتحلو، ده بجد رهيب قوي. على فكره هيخلونا اعمل لهم محشي تاني لان عجبهم جدا في البيت. فشايفين الصباع وحلاوته. ده الكرنب. اوكي، ورق العنب شايفين صغنطوط ازاي بحب. مية مية. يلا انا طباخه بريمو بجد والله. ان شاء الله في المستقبل باذن الله يكون ليا برنامج ان شاء الله اعلمكم الطبخ باذن الله في المستقبل، بس المستقبل البعيد اكيد، لاني برضه لسه في حاجه انا لسه بتعلمها برضه. كده خلصنا بقى المحشي بتاعنا، جربوا بقى الطريقه بتاعتي. وطبعا في ناس كتير بيعملوا حاجات مختلفه او بيضيفوا له حاجات مختلفه، بس اكيد بتاعكم برضه تحفه. كل طريقه بتختلف عن التانية، وكل طريقه ان شاء الله بتبقى احلى من التانية كمان. نكون كده وصلنا لنهايه الفيديو، اسيبكم بقى اكمل انا المحشي بتاعي. تمام. بس قبل ما ننهي الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، واهم حاجه اللايك. في ناس كتير بيتفرجوا علينا بس مش مشتركين، ليه؟ اشتراك ولايك حاجه بسيطه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.